السلام عليكم. مرحبا بكم من جديد على قناة قصص مرعبة. قصتنا اليوم ديال سائق الطاكسي اللي وصل عائلة من الجن دون علمه، والتفاصيل المرعبة اللي وقعت أثناء الرحلة. إذن على بركة الله نبدأ قصتنا. خالد في الأربعينيات من عمره، متزوج وعنده 3 أطفال، والمهنة ديالو سائق سيارة أجرة من الحجم الكبير. وهذه المهنة دوز فيها سنوات طوال حتى ولا خبير فيها، وولا في الطريق الطويلة والسياقة لساعات طوال. والمسار ديالو غالبا كيكون بين مدينة أكادير ومدينة قلميم بوابة الصحراء. وواحد النهار وكيف العادة سلام من الخدمة ديالو، وكانت حوالي 7 مساء، وبعد يوم شاق من العمل شد الطريق مباشرة للدار باش يرتاح شوية. لكن في طريقه للمنزل صادف واحد العائلة في جنب الطريق. هزو يديهم ويوقفوه، وقف ليهم ونزل عندهم. وكانت العائلة مكونة من أب وأم وطفلتين صغيرتين. سلم عليهم وقالوا ليه باللي شفنا لون الطاكسي تاعك وعرفنا كيدير طريق الصحراء، وحنا نيت غاديين لنفس المكان، واش تقدر توصلنا؟ قال لهم إن شاء الله على الرسولين. وقال خالد مع راسو جاب الله خديمة زوينة في هاد الليل. والمهم تفاهم معهم على ثمن الرحلة، واللي كانت 1000 درهم. وافقوا بدون تردد، وقال لهم طلعوا. وأول ملاحظة شافها خالد هي أن ديك العائلة ما عندهاش حقائب السفر. واستغرب في الأول، لكن قالوا ربما عندهم شي طاري وما كانوش مستعدين ليه. والمهم بعد ما طلعوا للسيارة خالد توجه مباشرة لمحطة الوقود باش يدير المازوت ويجدوا الطريق. وهنا بدا كيشوف أمور غريبة. فملي وصل للمحطة لاحظ باللي العامل اللي تما ما انتبهش لوجود دوك الأشخاص معه، وكيتعامل معه وكأنه بوحده في السيارة. شدوا الطريق ودوك الناس ساكتين، ولا واحد فيهم دار شي حركة ولا تكلم. حاول خالد يكسر ذاك الصمت الرهيب اللي كان في السيارة، وشغل الراديو وزاد في الصوت شوية. ومباشرة بعد ما خرجوا من المدينة وبداو في الطريق الصحراء الخالية من أي شيء، واللي هي عبارة عن خلاء مرعب. تلفت ذاك الراجل في خالد وشاف فيه بواحد الطريقة مرعبة، كأنه رجل آلي. شاف فيه وقال ليه بسم الله هكا رزقك، ومد ليه ديك 1000 درهم على ياش اتفقوا. شدها خالد من عنده، وهنا كانت الصدمة. يديه أقرب ما يكون للدين ينسر، بحال شكل مخالب وفيهم شعر كثيف. حاول يخبيهم لكن خالد شافهم. في هذه اللحظة ندم على النهار اللي فكر فيه يقبل العرض ديالهم، لكن اللي عطى الله هو هذا. حاول خالد يمتلك راسه، لكن علامات التوتر باين عليه، وخصوصا أنهم في طريق الخلاء والخوف. ضربوا واحد المسافة بعد ذلك حتى وصلوا لواحد بلاصة اللي فيها بعض الشجيرات والحشائش. ذاك الراجل طلب من خالد يوقف باش يقضي حاجته، وفعلا وقف خالد. وهبط الراجل ودخل بين دوك الأشجار واختفى. بقى كيتسنى شحال. واحد اللحظة كسر ذلك الصمت الرهيب والمرعب بصوت وحدة من دوك البنات اللي كانت تما، وقالت ليه غير كمل طريقك بابا، ما غاديش يرجع. هاد الكلمات هزات قلب خالد وخلاته يفقد الصبر ديالو بشكل نهائي. تلفت عندهم ولقاهم كلهم كيشوفوا فيه بواحد الطريقة مرعبة، وابتسمت الأم واحد الابتسامة اللي بانوا فيها أنيابها كأنياب مصاصي الدماء، واللي خلى خالد يخرج من السيارة بسرعة ويهرب ويغوت ويجري بعيدا عن السيارة. بعد ما بعد واحد المسافة خالد حس براسو منهك القوى ومحطم، وندم واحد الندم شديد. لكن ولا من يساعده في هذا المكان القاحل والخالي من الحياة. واحد اللحظة عرف باللي ما عنده حتى شي حل آخر من غير يرجع للسيارة ديالو ويهرب بها بعيد لأقرب قرية في الطريق. وفعلا جمع خالد ما تبقى من القوة ديالو
واتجه مباشرة للسيارة. وهنا كانت صدمة أخرى، واللي هي أنه ما لقى حتى شي واحد من دوك الناس كاملين. لقى الطاكسي خاوي. حل الباب ودخل وانطلق بأقصى سرعة، وشد الطريق مباشرة للقلميم، وعقله كله مع الأحداث اللي وقعت لي، وكيحاول يستوعب لكن ما قدرش. بعد ما وصل للمدينة في ساعات متأخرة من الليل، تنفس الصعداء وارتاح شوية. لكن كانت مفاجأة أخرى في انتظاره، واللي هي أنه مع دخل هذه المدينة لقى نفس العائلة جنب الطريق، وهذه المرة شافوا فيه كاملين وابتسموا. لكن خالد قرر هذه المرة يخوض التحدي ويرجع عندهم. لكن ملي جاب الدورة لقاهم ما بقاوش تما، واضطر أنه يبات تما ديك الليلة كاملة حتى الصباح عاد يرجع. كانت هذه قصة سائق الطاكسي وعائلة الجن من البداية للنهاية. إذا عجبكم هذا المحتوى دعمونا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، وخبرونا بآرائكم في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.